يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح الخير، يا صباح الجمال والشياكة والأناقة والطيبة والأخلاق الحلوة. صباحكم نور على نور، صباح السعادة على مصر أم الدنيا، وعلى كل برنسسات مصر أم الدنيا، ومن مصر أم الدنيا الطيبة الأصيلة الكريمة المباركة. بنمسي وندعي لكل الوطن العربي، نقول لهم يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وفرح وهنا. احنا هنعمل الكحك. نخلنا كيلو دقيق. كيلو دقيق يا ماما؟ هو كده كفايه قوي. تعملي سيرفيس حلو كبير كده حلو من الكحك. الكيلو بياخد نص كيلو سمنه. انا بحط زياده عليهم معلقتين 3 عشان انا بحبه ناعم. انتي عايزه عيارك صح، كحكايه سليمه مظبوطه، كيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنه، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر اهي. بحط عليهم سكر بودره. انا طحنت دلوقتي معلقتين من السكر البودره، ادي معلقه عشان يديكي لون حلو يتحمر لونه جميل، وادي المعلقه التانيه. ونقلب الدقيق بالبيكنج باودر بالسكر، قلبيهم كويس جدا مع بعض. اللي انا بحطه عليه هو السمسم حسب رغبتك. في ناس تحب السمسم كتير، في ناس تحب السمسم شويه. انا بحب السمسم كتير في الكحك. 3-4 معالق من السمسم المتحمص بيخلي طعمه ايه حلو قوي. هحط له شويه من الفانيليا لان انا ما عنديش محلب ولا عندي ريحه الكحك، لان انا عملت وخلصت وانتوا قلتوا لي قوم يا ماما اعملي. حطيت عليه شويه فانيليا تديله بس ريحه كده. انا خلصت كل الاشياء الجافه اهي. موضوع سهل؟ سهل جدا. طيب اركني بقى. ادي العجوه. انا هحشي النهارده عجوه. في ناس عايزه تحشي ملبن بالمكسرات، لا احنا هنحشي عجوه ساده. انتي عايزه تجيبي ملبن وتحطي عليه عين جمل مدغدغ شويه بايديكي، حطي. عايزه تعملي عجميه على ايدك براحتك. عايزه تعملي ملبن ساده براحتك. عايزه تعملي عجوه وتحطي عليها لوز متخرط، حطي حمصيه وحطيه. انا هعمله النهارده ساده، لكن اول حاجه لازم ادعكها كويس بحته سمنه. فنيجي ناخد معلقه من السمنه علشان اعمل العجوه بتاعتي. مش لازم احطها على النار، لكن لازم تدعكيها كويس بالسمنه. ادعكيها كويس لحد ما السمنه تدوب. طبعا هي تدوب عن طريق النار، فانا هحطها على النار سنه وارجع لك تاني. السمنه ابتدت تسيح، هبتدي ادعكها بقى كويس مع العجوه. طيب انا بحب احط سمسم على العجوه. نقلب العجوه كويس جدا مع السمسم مع حته السمنه، وما تحطيهاش على النار كتير، يا دوبك السمنه تسيح. ليه؟ لان لو نشفت وانتي لسه هتدخلي الفرن هتلاقي العجوه تنشف منك، فمش هتبقى حلوه. فاهماني؟ وكده العجوه بتاعتي تمام. هنيجي هنا، دول 400 جرام، ازود عليهم 100-150 جرام. انت لو عندك العلبه مكتوب عليها 500 ده موضوعك. انا العلبه مكتوب عليها 400 جرام، فلازم اتمم العدد يكون مظبوط. طيب كده الكيلو كحك عليه 550 جرام. كمان اللي عليه استنى الزبادي. نفتح الزبادي بتاعتنا
لازم السمنه مع الزبادي ينضرب كويس جدا. فهنبتدي ننزل بعيار السمنه، سمنه مش متسيحه، سمنه على البارد، ما بيتعملش بالزبده الا اذا سيحتيها. وننزل بالزبادي عليها. لازم تشوفي منظر السمنه مع الزبادي بتبقى عامله ازاي. لازم يبقى لونها ابيض، تفضلي تضربي فيها لان دي اهم خطوه. كل ما بنضرب كل ما بتفتح معايا وبيندمج السمنه مع الروب او الزبادي لحد ما يبقى الخليط يديكي يعني زي فوم، يعني يديكي احساس انها زي الفوم. فتضربيها بايديكي كويس، ولو عندك مضرب كمان اعمليها برضو بالمضرب. بقت عامله ازاي مع الزبادي. ونشوفها بايدينا وبقنا. هضربها ضربه واحده قويه. وبعد كده ابتدي انزل الدقيق شويه شويه للعجينه. ادي العجينه بتاعتي اهي. هنمسكها ندعكها بايدينا تاني علشان السمنه والزبادي تخش فيها وتاخدي الكحكايه كده. وتبتدي تقرصيها كلها. فانا هاخد دلوقتي كام حته معاكم وبعدين انا اقعد اشتغل في العجينه كلها مع بعض. هاخد دلوقتي حته كده واعملها معاكي علشان نقيم التجربه عملي، فهمتي؟ واغطي على عجينتي دي واوريكي احنا بنعمل ازاي. ادي العجينه بتاعتي هنا، وابتدي امسك حته حته وادعكها. اسخن السمنه في ايديا تاني، اسخن السمنه في ايديا حته حته وابتدي اعمل كده. وادي الكحك بتاعي. ونيجي نحضر الصاج بتاعنا. وعشان نشتغل على طول في الكمية اهو، وناخد واحدة من اللي احنا عاملينها نحطها ونقفل عليها وندعكها تاني بايدينا كده وما تبططيهاش. كحكة القمرة دي ما تبططيهاش، دي كحكة طرية غنية، هتكون ناعمة وزي القمر، ناعمة زي القمر زيك بالظبط. ونيجي ناخد العجوة بتاعتنا بالسمسم بالسمنة ونقفل عليها، والكيلو ما ياخدش في ايدك غلوة. وادي يا ستي الكحك بتاعي ونحطه في الفرن.
دوب كده حطينا الكحك في الفرن، هيطلع دلوقتي وهنبتدي نوريهولك. والكحكايه خلصت. عايزه تزودي سويو انا ماليش دعوه، لو زودت سويو الحشوه تنشف، لكن سوي معقول. الكحكايه ملبن، هاكلها بس تبرد.